صخرة دفاع المنتخب الوطني عبد المجيد بوقرة أحسن لاعب لموسم 2009-2010 وبامتياز. طبعا صاحب الكرة الذهبية الجزائرية في نسختها العاشرة فريد هو الباشيك مجيد بوقرة. هذاك التروفي pour moi c'est كلش خاطرش c'est mon pays, c'est la reconnaissance تاع البي تاعي, البي que j'aime. C'est tout, on a besoin que de ça, alhamdoulilah. تتويج يدون مرة أخرى اسم نجم نادي غلاسكو رانجرز الاسكتلندي في قائمة اللاعبين الذين صنعوا العام 2010، ولا أحد منا ينكر أن هذا اللاعب المتميز واحد من الذين ساهموا في تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور النصف النهائي لكأس إفريقيا 2010 بأنغولا والمشاركة في نهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا. التتويج تاع بوقرة بالنسبة لي تتويج عادي، لأنه المستوى فيه استقرار ودائما بطل في اسكتلندا ودائما جاهز مع المنتخب الجزائري. التتويج هو منطقي، بوقرة يستاهلوا باش يدير المرة الثانية على التوالي، وخدم العام كامل هو يخدم وعطى الكثير للكرة الجزائرية. قدم مردود جيد في الفريق الوطني وفي النادي تاعو، ويستاهل هذه الكرة الذهبية هذه. الكرة الذهبية التي كانت من نصيب الماجيك بوقرة تنافس عليها كل من رفيق حليش، عبد المؤمن جابو، كريم مطمور وحسن يبدأ. وبشهادة المدربين السابقين للخضر وقدام اللاعبين فإن بوقرة أهل للثقة في كفاءاته وأخلاقه الرياضية. اللاعب هذا تطور كثير ودار خاصة سنة 2009-2010 رائعة من ناحية الأخلاق، من ناحية من ناحية الذكاء، من ناحية التسيير خارج الملعب وكذلك داخل الملعب. التتويج هذا يعني جاء في محله، حاليا هو احسن لاعب في المنتخب تاعنا، خاصة يلعب في ايكوسيا يعني في نادي عمير كبير. بلغة التألق والتقدير خماسي الكرة الذهبية جدير بالتحية والاستحقاق، ولكن الصخرة عبد المجيد بوقرة نزع لقب النجومية لعام 2010 كنموذج لاعب كروي نجح في رحلة الصعود إلى منبر الأبطال. رفيق بخوش، صدى الملاعب، الجزائر.